بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبدأ نحل التقييم الأول للصف السادس الابتدائي. أول مجموعة عندي بتقول لي أجب عن الأسئلة التالية. عايز أقسم 3/4 على 1/4. قلنا عشان نعرف نقسم 3/4 على 1/4 أو كسر على كسر، قلنا بنثبت ونغير ونشقلب. بنثبت 3/4 زي ما هي، وهنغير العلى تبقى فيه، وهنشقلب الكسر بدل ما هو 1/4 هيبقى 4/1، وهنطلع الناتج. ممكن اختصر اطير 4 مع 4، فالناتج هيبقى 3. السؤال التاني بيقول لي اوجد ناتج 65% في 1000. قلنا عشان نضرب في 1000 بحرك العلامة 3 ارقام جهة اليمين، فانا هبدأ احرك العلامة دي 3 ارقام جهة اليمين. ادي كده رقم، كده التاني. علشان احرك الرقم التالت فهنزود ايه؟ 0، فهتبقى 650. السؤال التالت بيقول لي إذا كان A في B بيساوي C، فكم يكون خارج قسمة C على A؟ لو قسمت C على ال A الناتج هيطلع لي مين؟ هيطلع لي ال B. السؤال الرابع بيقول لي يراد تقسيم 2 لتر من اللبن على عبوات تسع كل عبوة 1/8 لتر، فما عدد العبوات التي يمكن تقسيم اللبن فيها؟ هنا يراد تقسيم، يبقى هنقسم 2 على 1/8. 2 على 1/8. طب علشان اطلع الناتج 2 على 1/8 قلنا هنثبت الاتنين، وهنغير العلى هتبقى فيه، وهنشقلب 1/8 هتبقى 8/1 اللي هي 8. طيب 2 في 8 بكام؟ 2 في 8 ب16. السؤال الخامس بيقول لي تشارك عدد من الأصدقاء 1/8 كيلو جرام من طعام صيد الأسماك، وكان نصيب كل منهما 1/8 كيلو جرام، فما عدد الأصدقاء المشتركين في صيد الطعام؟ هنا برضو هنقسم 1/2 على 1/6. طيب عشان اقسم دي قلنا هنثبت ونغير ونشقلب، فهتبقى 1/2 في، بدل ما هي 1/6 هنخليها 6/1. هنا ممكن اضرب بسط في بسط ومقام في مقام. 1 في 6 ب6، و2 في 1 ب2، بقت 6/2 اللي هي تساوي ايه؟ 3. المجموعة التانية أجب عن الأسئلة الآتية. عايز أقسم 1/9 على 2/9. هنعمل هنا نفس الكلام، هنثبت 1/9 وهنغير العلى هتبقى فيه، وهنشقلب 2/9 هتبقى 9/2. ممكن نختصر، هبسط 9 مع 9 فيبقى 1/2، يبقى الناتج بتاعي نص. السؤال التاني بيقول لي أوجد ناتج 3.66% على 3/10. قلنا علشان نحل المسألة دي أول حاجة لازم المقسوم عليه ده ما يبقاش فيه علامة، فهنحرك العلامة هنا رقم وهنا رقم، إن أنا هضرب هنا في 10 وهنا برضو هضرب في إيه؟ في 10، فبحرك العلامة رقم فهتكون 3، ونحرك هنا رقم برضو فهتبقى 36.6، فالمسألة هتبقى بالشكل ده كده 36.6 على 3. ونبدأ نقسم. هبدأ أقسم من على الشمال، فهتبقى 3/3 هيساوي 1، و6/3 فيها ال2. مين اللي قابلني؟ العلامة العشرية. قلنا أول ما العلامة العشرية تقابلني هنزلها، و6/3 فيها ال2، يبقى الناتج 12.2 إذا كان 1/7 عدد ما يساوي 10، فما هو هذا العدد؟ قلنا علشان نطلع الناتج بتاع العدد ده هنقسم 10 على 1/7، فالمسألة هتبقى 10 على 1/7 هتساوي، قلنا ثبت غير شقلب، هنثبت 10 زي ما هي، والعلى هتبقى فيه، هنشقلب 1/7 هتبقى 7/1 اللي هي 7، يساوي بقت 7 في 10 بكام؟ ب70، يبقى العدد هو 70. مقلوب الاتنين، علشان اجيب مقلوب الاتنين قلنا اي عدد صحيح مقامه ايه؟ مقامه 1. هنجيب مقلوبة يعني نشقلبها، هتبقى 1/2، نص. السؤال الخامس بيقول لي بفرض ان لديك 8/10 كيلو جرام من الصلصال وتريد تقطيعها. هنا تقطيع او توزيع، قلنا يبقى هنقسم. تريد تقطيعها الى قطع متساوية كل قطعة كتلتها 1/5 كيلو جرام،
فما عدد القطع التي يمكن تكوينها. عشان نعرف عدد القطع قلنا هنقسم 8 على 10 على 1 على 5. 8 على 10 هنقسمها على 1 على 5. قلنا هنا مش هينفع نقسم، فهنستخدم ثبت غير شقلب، فهتبقى 8 على 10 زي ما هي ثبتها. العالة هتبقى في هنشقلب 1 على 5 هتبقى 5 على 1 يساوي. هنا علشان اطلع الناتج انا ممكن اضرب بسط في بسط ومقام في مقام. 5 في 8 ب40، 1 في 10 ب10. 40 على 10 يساوي 4. المجموعة التالتة عايز اقسم 5 على 8 على 1 على 8. قلنا هنثبت 5 على 8 ونغير العلى تبقى فيه، ونشقلب 1 على 8 تبقى 8 على 1 اللي هي 8. ممكن نبسط 8 مع 8 يبقى الناتج بتاعي يطلع لي 5. ربع العدد 20 هضرب ربع فيه 20. 20 في ربع. هنضرب بسط في بسط ومقام في مقام. هيبقى 20 في 1 تساوي 20 على 4. 20 على 4 يساوي كام؟ هيساوي 5. ما هو مقلوب العدد 5؟ مقلوب 5 قلنا أي عدد صحيح مقامه 1. هنشقلب 5 على 1 تبقى 1 على 5. السؤال الرابع بيقول لي اختر المخطط الشريطي المناسب لحل المسألة. المسألة دي لو أنا عايز أحلها هتبقى نص في هنشقلب هتبقى 6 وهنطلع الناتج، فيبقى نص في 6 اللي هي ايه؟ 3. طب أنا عشان أختار المخطط الشريطي الناتج طلع لي 3، فأنا هشوف أنهي نص اللي هيطلع لي فيه 3 خانات. فهنا النص ده تحته خانتين بس فده غلط. هنا النص تحته 4 فبرضه غلط. هنا تحته 5 فغلط. هنا 3 فهي دي الصح. السؤال رقم 5 بيقول لي اشترى نبيل 1.6 كيس حلوى بسعر الكيس الواحد 8.5 جنيها، فكم سيدفع؟ هنا عشان اعرف هيدفع قد ايه هنضرب 1.6 في 8.5. فاحنا هنا هنضرب 1.6 في 8.5. بس انا قبل ما اضرب انا ممكن ابسط الكسر ده، ان احنا 6/10 دي ينفع تتبسط، فهنقسم على 2 فيها 3 على 2 فيها 5. هنا نفس الكلام انا ممكن ابسط 5/10. 5/10 دي اللي هي نص، او ممكن على 5 فيها 1 على 5 فيها 2، فبقت 8 1 على 2 وهنا 1 و3 على 5. عشان اعرف اضرب الاتنين دول في بعض هنعمل ايه؟ هنرفع الكسر. هضرب 1 في 5 ب5 زائد البسط اللي هو 3 فهتبقى 8 على 5. هضربها في هنرفع الكسر هنا 2 في 8 ب16. 16 زائد 1 يبقى 17 على 2. علشان اعرف اطلع الناتج هنا انا ممكن نختصر 2 مع 8 على 2 فيها 1 على 2 فيها 4 بقى 4 في 17 على 5 ونطلع ليه الناتج. عشان اطلع الناتج 4 في 17 هنضرب 4 في 7 28. 8 ومعايا 2 1 في 4 ب4 و2 6 على 5. ممكن اسيبها كده او احولها لعدد ايه كسري يساوي 68 على 5 ما ينفعش فهقللها تبقى 65. 65 على 5 فيها 13 والباقي 3 على 5. وبكده يكون انتهى التقييم الاول بتاعنا. يا رب تكونوا استفدتوا. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك باقي التقييمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.